يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى نعمل كده حاجه حلوه كده. الجو عايز حاجه كده مسكره. هنعمل ان شاء الله بسبوسه. معايا كده 2 كوبايه من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه، كوبايتين. وعندي نص كوبايه سكر، ومعايا كمان نص كوبايه ميه، ونص كوبايه سمنه، ومعلقتين من جوز الهند، ورشه فانيليا. ادي كده نص كوبايه سمنه، وادي نص كوبايه الميه، ودول معلقتين جوز الهند. لو مش عايزاهم ما تحطيهمش، يعني لو مش عايزه جوز الهند في البسبوسه براحتك، بس هي بتديها طعم حلو يعني. يلا بينا بقى نسمي بالرحمن ونصلي على خير خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه كده هحط المواد الجافه مع بعضيها. حطيت هنا كوبايتين السميد، وحطيت معلقتين الجوز الهند، وهقلبهم كده مع بعض عشان يندمجوا مع بعضيهم. حط كمان رشه من الفانيليا، رشه بسيطه خالص من الفانيليا، بتعلي كده طعم البسبوسه بتودي الطعم في حته تانية. على طرف المعلقه بصوا اقل من نص المعلقه، حاجه بسيطه جدا. بيكنج باودر، يعني بصوا هي نص معلقه من اللي هي بتاعه الشاي، انا اخدت ربعها. نيجي بقى هنا عايزين البسبوسه بتاعتنا يبقى لونها كده مكرمل. هنكرمل السكر بتاعنا ده. هنحط كده في كسرونه نص كوبايه السكر، احط عليهم بس كده بسيط جدا معلقه ميه. انا لسه معايا نص كوبايه الميه ما استخدمتهاش، دي بس كده معلقه ميه عشان السكر بتاعنا يساعد ان السكر بتاعنا يتكرمل بسرعه. تمام كده. هنا السكر خلاص بدأ يدوب. هنا بقى كده اقدر ان انا احط فيه المعلقه او الاسباتيولا زي ما انت عايزه، وابتدي بقى كده افكك بقيه السكر كده واقلبه. خد اللون المظبوط تمام اهو. هنزل عليه بنص كوبايه السمنه، دي سمنه بلدي، ممكن تحطي اي سمنه عندك بس يفضل تكون بلدي يعني. وفي الخطوه دي بقى يفضل ان انت توطي النار جدا وبالراحه على قد ما تقدري، تبعدي ايدك عن السكر. حطيت بقى نص كوبايه الميه زي ما انتوا شايفين كده، وابتدى يغلي. يا دوبك هيغلي كده غلوه واحده وهطفي عليه اهو. فضيه بقى كده في كوبايه وهركنه شويه لحد لما يبرد، لان ما ينفعش احطه على الدقيق دلوقتي. هسيبه يبرد خالص لحد لما يبقى زي ده العين. جهزت بقى الصينيه بتاعتي كده، دهنتها دهنه سمنه، معلقه كده بسيطه من الطحينه. متقلقوش من الطحينه، مش بتغير الطعم ولا حاجه، بالعكس بتخلي اللون كده موحد، ومن تحت بتبقى لونها قمر. تمام كده. هنا بقى السميد بتاعي خلاص. بصوا زي ما انتوا شايفين كده كان السكر بتاعنا ده بارد. شايفين بقى لون البسبوسه اختلف ازاي من قبل حتى ما نحطها في الفرن. خدت كده لون الكراميل وريحتها زي الفل. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا. طبعا ما اقلبش البسبوسه كتير عشان ما ننشطش الجلوتين اللي فيها. هبتدي بقى كده افرد في الصينيه عشان يبقى كله سمك واحد. تمام كده. ببل ايدي بس كده ميه، وبساوي بقى سطح الصينيه، بديها كده خبطتين كمان عشان الصينيه كده وشها يتساوى وتبقى كلها متساويه. هنا بقى دي خطوه اختياريه، عندك اي شويه مكسرات كده متبقيين عندك ممكن تحطيهم، ما عندكيش وعايزه تستغني عن الخطوه دي براحتك. انا كان عندي بقى كده شويه سوداني محمصين، كسرتهم كده نص تكسيره وحطيتهم على وش الصينيه. تمام كده. بديهم بس كده تبطيطه بسيطه. الخطوه بقى والتركايه المهمه جدا اللي بتنجح اي بسبوسه، ودي خطوه الحلواني، ان انت بتركني البسبوسه دي تشد، يعني مش لازم تخلصي تروحي حطها على طول في الفرن. على ما البسبوسه بتاعتنا ترتاح في نفس الكسرونه هنعمل السيرب بتاعها. كوبايه سكر عليها كوبايه ميه. حطيت كمان شويه بس كده عشان في حبه سكر في كوبايه. خلاص دخلتها بقى الفرن بعد نص ساعه. طلعتها بالمنظر القمر ده. شايفين بسبوسه سخنه والشربات بتاعها سخن. بسقيها بقى كده بالشربات لحد لما متبقاش عايزه تاخد شربات تاني. انا ريحت البسبوسه دي في التلاجة حوالي ساعه. اهم خطوه ان انت تريحي البسبوسه، ما تدخليهاش على طول الفرن بعد ما تجهزيها.
سيبيها ساعة كده في التلاجة او حاجة، ولو كل ما المدة تطول بيبقى احسن. شايفين بقى البسبوسة بتاعتنا بتشرب الشربات اهو زي ما انتوا شايفين، كل اللي انا حطيته لها شربته كده تمام. البسبوسة بتاعتنا ناجحة وزي الفل ما شاء الله، اللهم بارك، بألف هنا وشفا. لو وصلنا لحد هنا من الفيديو ياريت لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. شايفين بصوا انا حطيت كمية شربات كتير شربتها كلها كده تمام. البسبوسة بتاعتنا ناجحة وزي الفل. بصوا كل ما بتديها الشربات بتشرب كده، من اهم اسباب النجاح البسبوسة اهو. بصوا شايفين كمية الشربات كانت عاملة ازاي على الصينية وبدأت تتشرب واحدة واحدة. كل ما بحس ان هي محتاجة شوية كمان بحط لها لحد لما تبقى خلاص مش قادرة بقى تشرب، خلاص كده استكفت يعني. هي كده كانت تمام ووصلت ايه للمطلوب. هسيبها بقى ترتاح شوية كده وتهدى، ما بغطيهاش ولا حاجة، هي كده طرية وزي الفل، مش مستاهلة ان انا اغطيها، مش محتاجة ان انا اغطيها. لو اتبعنا بس الخطوات بتاعت ان انتي تريحي البسبوسة بعد ما تجهزيها في الصينية، ما تحطيهاش على طول في الفرن، هتطلع معاكي ناجحة وزي الفل. تمام كده هنبتدي بقى نقطعها، هي لسه دافية كمان يعني، انا مش صبرانة عليها لحد انها تبرد قوي، انا بس عايزة اقطعها واوريها لكم. كمان البسبوسة كل ما بتقعد بقى بتزداد حلاوة، يعني كل ما بتقعد كده وتشرب من شرباتها بتزيد حلاوة كده ونعومية. انا بس كده عايزة اوريكم قطعة، بصوا قد ايه طالعة، بصوا ما شاء الله اللهم بارك. شايفين بقى اللون، شايفين لون البسبوسة عامل ازاي ما شاء الله، بألف هنا وشفا. وريحتها خطيرة. بصوا السوا من تحت عامل ازاي ما شاء الله، فوق زي تحت زي في النص، كله واخد لون واحد، ناعمة كده ودايبة ومرملة وحاجة ايه ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا وشفا. يبقى هنريح البسبوسة بتاعتنا في التلاجة من ساعة لساعتين 3 ساعات زي ما انت عايزة، على حسب الوقت ما يسمح معاكي، قبل ما تدخليها الفرن. طبعا ببقى مسخنة الفرن من قبل ما ادخلها، يعني بولع الفرن الاول شوية وبسيبه كده يسخن، بحطها على رف اوسط درجة حرارة 180 او 190، يعني تلت ساعة نص ساعة على حسب حجم الصينية. بصوا بقى الحرف ده انا بعشقه، بصوا ما شاء الله، بصوا دايب كده دوب. طبعا بقى اكلت البسبوسة عارفين يعني ايه حرف الصينية ما شاء الله، بألف هنا وشفا. شايفين بصوا مرملة وحاجة كده قمر. جربوها واتمنى تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك للفيديو. بصوا بقى اللون والحلاوة ولا الريحة يا جماعة، مش عايزة اقول لكم بجد خطيرة. كده خلاص كانت بردت شوية بقى، بس الولاد برضو مش صابرين عليها، يعني هما واقفين جنب مني كده ايه مش قادرين من جمال ريحتها. بصوا بصوا بتدوب حاجة كده بتدوب ما شاء الله اللهم بارك. لو انت اول مرة هتعملي بسبوسة هتنجح معاكي من اول مرة. اهم حاجة بس تتبعي الخطوة اللي هي بتاعة تريح البسبوسة. عارفة عند الحلواني بيعملوا صواني كتير قوي، يعني بيبقوا عاملين صواني كتير وسايبينها بيدخلوها كده ايه بالتدريج، يعني اللي اتعملت الاول بعديها التانية التالتة الرابعة كده. فكل ما البسبوسة ترتاح كل ما بتشرب السوائل بتاعتها بتبقى طعمها احلى. فاهميني؟ يلا لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصل لكم كل جديد.